عسلامة حبيباتي، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في ألف ألف خير ونعمة وأنتم تشاهدوا الفيديو هذا. ربي ينور أيامكم وينور دربكم ويعطيكم كل ما تتمناو. بسم الله على بركة الله. كالعادة نبدأ فيديونا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد لبنات، نهير جديد معانا من النهيرات هذو متدافيين في قفصة. طقس دافي دافي محلاها النهارات هذو تقريبا نهارين ولا ثلاثة. الدنيا الشمس تحسوا ربيع. هو ديجا ربيع اش مازال عليه ايامات. ان شاء الله ربي يدفي الطقس على اخوتنا في سوريا في سوريا وتركيا. بالحق الاوضاع مأساوية ياسر ياسر، خاصة مع البرد. والله العبد معناه كي يتفرج في الفيسبوك ولا في التلفزة القلب يوجع، خاصة كل الصغيرات بقعدوا لا ديار لا ماكله لا بيوت لا حتى شيء. ربي ان شاء الله يحن عليهم وربي يدفي عليهم الطقس، والله لا يعاود عليهم يا ربي، اللهم امين يا رب العالمين. البنات الفيديو متاع اليوم فيديو متاع نهير عادي. ما بين تقريبا اغلبيته في الكوجينه. هو انا ديجا توا تشوفوا في صوتي كيفاش ماخذه قريب. آه، انا ومريم وراجلي وكل منعرفش، ماهوش كبير برشا اما عندنا اعراض متاع قريب. بالحق عندي تقريبا نهارين نحس روحي حالة وزيد لا اله الا الله. انا النهارات هذوما كل قاعده نرتاح في روحي، معناها ما نحبش اللي نقضي برشا برشا. نقول على الاقل باش كيف يجي العرس ما نبداش مهدوده، ما نبداش تعبه برشا برشا. نقضي راه مش باش ما نقضيش، اما نحاول اني ما نجهدش روحي برشا برشا باش ما نتعبش ياسر. خاصه الايامات الجايه باش تجي امي ان شاء الله يا ربي. يمكن الاسبوع الجاي باش نبداو نكسكسو باش ننظف الدار. هذاك الكل ياخو برشا مجهود. لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو باش نقول اخر؟ تشوفوا حتى كميه متاع بردقان مش برشا، شويه، هي تقريبا كيلو ونص بردقان واربع كعبات سيترون. باش نعملهم سيترون بطريقه اول مره باش نعملها المره هذه. انا حابه نعمل كميه للعرس، مش باش يتفرق البنات. ديما نقول لكم اللي باش يتفرق سيك ما نديت عليه شريته. اما نحب نعمل كميه متاع سيترون بوركين نشربوها كنهار. هو العرس متاع صابرين راهو نهار هذاك معناها، ولا في فطور الصباح ولا في السهره البناتي حبوش يشربوا حاجه خير من الجازوز في الطقس البارد. المهم باش نجرب الطريقه هذه تنوريكم كيفاش انا عملتها من غير لا روبو لا ريحان لا حتى شيء. طريقه سهله بسيطه عجبتني. حتى القوم تاع السيترون والبورديان تو تشوفوه طعمته بنينه. تنجموا تعملوها الطريقه هذه اللي تحب تبيع تكنجل رمضان. انا البنات في الفيديو اللي فات حكيت معناها على التحضيرات متاع رمضان وقت تكنجيل وكل انا راني المشكله متاعي ماهيش متاع انه انسان يخبي حوايج رمضان، لا مش هذه مشكلتي. المشكله كل معناها الطريقه الكبيره كل شيء ولينا نكنجلو حاجات معناها كيما نقولوا حاجات بسيطة، مش مثلا بيتزا ولا بصل ولا جلبانة وسفنارية. حاجات نعرفش. اما مثلا واحدة باش تخبي شوية عصاير ولا لا اله الا الله. ثم شكون يعمل الدرع، شكون يعمل البسيسه الفاحات. مانيش ضد، والله ماني ضد حتى وحده تعمل الحاجات هذوك، الا انا ضدك الطريقه الاستعراضيه متاع القنوات. مشني ضدكم انتم في الديار معناها. اما كل الاستعراض في الفيسبوك عفوا مش في الفيسبوك، في اليوتيوب معناها تبدا الوحده تعمل لك بالعشرة فيديوهات وكل فيديوهات فيهم انواع غريبه وعجيبه. فهمتوا كيفاش؟ والله العظيم حتى من البصل اللي يقليوه يخبيوه، حتى من اللحومات يطيبوها. شنو اخر برشا حاجات هذاك انا اللي ضده. كل استعراض كل فهمتوا. اما مانيش ضد حتى اي واحده عندها فريغو ولا عندها شامبر فرواد نتاعها. بربي البنات على ذكر الشامبر فرواد، ثم برشا بنات قالوا لي ما عادش تقول الشامبر فرواد لان الشامبر فرواد تكون كان حاشاكم في المورج ما نعرفش. نحن تعودنا، ما عنديش هذه الخلفيه هذه بكل. نحن تعودنا في ديارنا ما نقولوش كونجيلاتور، نقولوا شامبر فرواد عادي معناها ما فيهاش حتى مشكله. المهم اي وحده تحب تخبي حويجه رمضان ماهيش حاجه خايبه. اما المشكله انه كل الاستعراض الكبير لدرجه انك تقولي اخي انا شبيني ما خبيتش كيما هيك.
كنا في ديارنا نحطوا حويجات رمضان، نشرو شوية شيشة، شوية فحات، شوية ثوم، دروع للصغار يحبوا ياكلوا شوية دروع، شوية شامية. ثم شكون يخبي شوية مكسرات، رغم اللي تو المكسرات غلات. كلنا شوية لوز، شوية واحد يعمل لهم هكا حويجة حلوة، على قد كما قلت لكم، على قد إمكانياتنا، على قد ظروفنا، على قد الدنيا الغالية. بالحق سوم المكسرات في تونس ما عادش يتقرب بشكل مش ماهوش عادي. ما كنا نحبوا هكا حويجة لصغيراتنا في السهرة. حتى 100 جرام لوز، حتى 100 جرام زوزة، واحد يعمل لهم بها هكا كعبة بسبوسة، ولا كعبة ليبانيز، ولا كي يعمل لهم شوية درع، ولا كريمة، ولا حاجة يزين بها. أما أنا ضدك الاستعراض، لا أكثر ولا أقل. اللي تحب تكنجل، خاصة كما قلت لكم إخواتنا اللي يخدموا، ربي يعينهم بالحق. معناها وقفتهم في الكوجينة أكثر منا إحنا برشا مرات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شنو باش نقول آخر؟ هنا قاعدة نطيب في غدانا. اليوم عملت الفيديو هذا اللي صورته نهار الخميس، بالطبيعة إن شاء الله يا رب يهبط نهار الجمعة. عملت سلطة مشوية وعملت سباجيتي. كي العادة نطيب مرة واحدة، ما نطيبش مرتين هكا اللي يفضل. عفوا نقص عليه التسجيل. قلت اللي يفضل نعاودوا عليه معناها سلطة مشوية. جيست تقريبا نزيدهم أومليت هكا العشية مع السلطة مشوية. نزيدهم مثلا شوية فريت، حاجة كيما هكا. ما تقريبا أغلبية الوقت أنا نطيب مرة واحدة. أول حاجة كيما تعرفوا اقتصاد حتى للمجهود، الوقفة في الكوجينة العشية. ونحن تقريبا كل عشية نخرجوا. كان النهارات اللي يتعداو، نهار راجلي يخدم العشية ما خرجناش، نهار جات أخت راجلي نهار اللي طيبت الكسكسي بالمرشان، ونهار آخر مشينا راجلي ولد عمته توفى زاد مشينا لهم. اما بقية تقريبا كل عشية نخرج ونشوف واش نقضي. اليوم ديجا خرجنا معناها تشوفوا في اخر الفيديو. هزينا تاها قاس الكسوة، مش كسوة، هو كسوة وكومبلي متاع الحنة والمرويع اللي كريناهم له. احنا كريناهم المرة اللي فاتت وخلينا له بعدها اللي شوا يختار. هزيناه اليوم، زدنا عملنا، زدنا شوفنا عملنا دور. والله مشى لنفس الحوايج اللي اخترناهم انا وبوه المرة الاولى. هما نفسهم، نفس البوتيك ونفس الحوايج. مشينا في نفس الذوق. معناها عمل السياج متاعو شاف، قاس برشا حاجات، اختار. تقريبا كملنا توا شنو كريتينا وراجلو تاها كرينت لهم معناها العربي متاع الحنة. مازال لي نهبط نشري حويجات هكا كلاستات، حاجات هكاك خفاف ما همش كبار. زادا نحب نهبط ناخذ شويه معون، مش باش ناخذ برشا معون. تشوفوا كان تقريبا باش نهبط ناخذهم حاجه بسيطه، مثلا باش نكمل شويه صحينات ناقصه. حاسه روحي عندي لصحان، عندي كل شيء. ما قلت نجي نشري شويه صحان. ولي كيسان التاي خذيت النهارات زوز باكوات، كل باكو فيه 12 معناها 24 كيس للاستعمال متاع الدار، مش للصاله. ولا هو الصاله معناها مكارينه معناها فيها كيسان او كوبات. وباش نكري مازلت ما مشيتش باش نكري، هذه مازالت لي باش نكري الصحان نتاع العشاء، البلا ذوك نسميهم البلا نحن هنا. هذاك مازلت ما كريتوش، تو نهبط نكريه. واللي مازال ناقصني تقريبا، مازال ناقصني فناجل نتاع قهوه. عندي انا فناجل، اما كيفاش عندي برشا نوعيات هكا تقريبا من كل حاجه ستة. نحب ناخذ، قلت نمشي نهبط ناخذ 12 فنجان كي بعضهم. البنات يحبوا قهيوة هكا العشية ولا في السهرة. نحب ناخذ لهم هكا فناجيلات يكونوا بريزونتابل ومع حويجة حلوة، ما يكونوش مفردين. انا اكثر حاجة نكرهها في المناسبات انه الكيسان يكونوا مفردة، ولا كيسان كل واحدة نوع. ما نحبهمش هكا، نحبهم كلهم يكونوا نوعية واحدة. هذاك علاش انا عندي راهو نوعيات نتاع كيسان تاي برشا. مشيت خذيت هما ديجا ما خذيتهمش هكا الغاليين. عندك الكوامن اللي يبيعوا كل شيء ب10,000، انا يدوروا ما نعرفش في الولايات الاخرين. في قفصه يجيوك الكوامن يبيعوا الماعون كل شيء ب10,000. خذيت زوز باكوات معناها ماهمش غاليين. كل باكو فيها 12. باهيين عاديين نتاع الاستعمال نتاع اليومي نتاع دار لهنا، مش للصاله. هذا تقريبا اللي ناقصيني زاده من غير فات صغار نتاع قهوه ويخلطوا بهم القهوه. هذوكم تعرفوا ما يقعدوش. انا ديما ناخذ المغارف الصغار عفوا، اما ما يقعدوش. هذم هما تقريبا اللي باش ناخذهم. شدتني الشهقة.
هنا مريم مازلت كي داخله من لا اله الا الله، شو نقول، داخله من القرايه، وطه زاده مازال كي فايق من النوم يكونترولي على الفطور. باهي البنات، بالنسبه للعصاير، انا نعمل برشا انواع متاع عصاير. راجلي في رمضان يحب العصاير اكثر من اللي يحب الماكله، وانا يمكن الحاجه الوحيده اللي نخبي منها بكميات كبيره رمضان هي العصاير، خاصه كي كان رمضان يجي في الصيف، معناها ما يجيش هكا وقت الفريز ولا وقت المشماش ولا السيترون، نخبي شويه مشماش فريز سيترون، نخبيهم عصاير. تقريبا اللي شافوني في السنين اللي فاتت هذه الحاجه الوحيده نخبيها. راجلي مثلا من النوع اللي يحب العصاير اكثر من الماكله، ويستهلك كميه كبيره 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 نتاع عصاير، يقول لي يعوضوا كلمه نتاع النهار. مثلا يحب السيترون هذاك ضروري، ما فيوش في الليل يشرب حتى بالكاسين ثلاثه. الجو زاده نتاع المشماش زاد عملته قداش مره، يحبه برشا. هو ديجا مغذي، يحب في السحور ياخو كاس. بالطبيعه البرتقال، الفريز، الاولاد يحبوا الفريز هاو مريم كي كانت معنا صبري يحبوا الفريز. نخبي معناها ساشيات نتاع فريز، هذو من الحاجات اللي نخبيهم اكثر من هذا ما نخبي حتى شيء. بالنسبه للسيترون عملته برشا مرات، واغلبيه الوقت نعمله ني. نعصره معناها كيما تعرفوا الناس الكل، نقصوا رونديلات، صورته معاكم برشا مرات. خاصة بالنعناع يحبوا برشا. المرة هذه قلت خلينا نجرب الطريقة هذه نشوفها معناها تنجح ولا لا. والله عجبتني تستيتها معناها كتست، عجبتني. شفته خذيت البرتقال غسلته بالطبيعة، هو تقريبا كيلو ونص هذايا. قشرته وخليت كعبة واحدة بقشورها باش تعطيك الطعم متاع قشرة البرتقال. وبالنسبة للسيترون ما عملتش كمية كبيرة، 4 كعبات، زاده نص كعبة بركة خليتها بقشرتها، والباقي قشرته. شوفوا البنات، لن نحيلو قلوب لحتى شيء، هذيك علاش عجبتني يعني. السيترون الاخر كيف نجيو نعملوه يتعب ياسر، لازم نحيلو القلوب على الاخر، خاطر هو اللي يعطي طعمة المرارة. للسيترون هو القلب، وكل القشره البيضة زادا كي يبدا نقولوا نحنا كالشحمه نتاع السيترون، هذاك زادا يعطي المراره للسيترون. واحد كيف يشري السيترون مرات يلقى فيه برشا شحم، هذاك يلزم يتنحى، والقشره عفوا والقلب يلزم يتنحى. المره هذه عجبتني معناها، قشرت وقسيته على نص، مش حتى رونديلات، وحطيته معناها في الماء باش نغليه شويه. عجبتني الطريقه هذيك، سهله فيسع فيسع، قلت نشوف اما خير هكا ني والا كيف ما نقولوا نحنا طايب. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا قاعده نطيب في السباجيتي هكا، اخر يد فيها سي طابت الصوص ونصمت في المقرونه، حطيت الليم من غادي هذاك، ومن هنا حطيت البوردييه. شوفوا البنات، هو تقريبا يغلي ما بين 20-25 دقيقة، وكمية الماء حسب كمية البرتقان ولا السيترون اللي باش تحطوها، معناها هكا جيست يغمي، واحدة عينها ميزانها. من غير سكر البرتقان، انا نعمله من غير سكر، اللي يحب يعمل سكر يعمل. والليم بطبيعته نزيدو مغيرفة ولا 2 من بعد. نحنا في العادة نشربوه قارص، نشربوش هكا الحلو، اما كان باش نعملو بالطبيعه للعرس نزود له شويه قارص، خاطر ثم برشا عباد ما يحبوا شويه سكر، عفوا ثم عباد ما يحبوش القارص برشا. هنا باش نخلط سباجيتي بالدجاج عادي، كيما يحبها تها، يحبها بزيت صوص وبالدجاج. انا اغلبيه الوقت نبعد على تطيب اللحم، تها حاجه طيبه باللحم ما يحبهاش برشا، حتى كي ياكل منها يذوق منها ذوقان برشا بركه ما وفما فازه زاده في ولدي، شوفوا هكا في الصحن نعبي له مغير فصوص، يحب مع المقرونه ديما انا نعمل بزيت صوص، نحي له صحن كيك الذري الصغار، يحب مغرفه صحن صوصي ياكل به الخبز كيما المرقه هيك، فهمتوني؟ ديما يضحكني. هو ديجا كي شافني قال لي ما فاش طيب، قلت له مقرون، قال لي خلي لي شويه صوص، قلت له نعرف راني معاه نعمل حسابي، نزيد شويه طماطم معناها وياكل الفحات الكل المقرونه باش نعبي له صحين هكاكا يغطس به الخبز كأنه ياكل في المرقه. لا اله الا الله محمد رسول الله. نرجع للسيترون البنات، قلت لكم لا روبو لا رحيان لا حتى شيء، جيست نخليه هكا ديجا هو قاعد يغلي، نشوفه معناها كي نشوفه تهرى، لازم كي نشوف الكعبه نلقاها تهرات. هنا خليته بعد ما غلى تقريبا ما بين 20-25 دقيقه.
والسيترون غلى أقل وقت خاطر الكمية أقل برشا. خليته يبرد بالطبيعة، تغدينا، غسلت الماعون. لهنا تقريبا أول عشية معناها قبل ما نخرجوا كبارد. السيترون ما نجمش نعملو كيكه سخون. بالمغرفه، خذيت بالمغرفه هذه بلوش خاطرها كبيره، ونحاول حتى بيدك راهو خاطر هي الكميه صغيره، نتصور كي تبدا كميه كبيره حتى بيدينا. وانا اخترت نعملو في الكسكاس باش يهبط نقولوا نحنا اللب نتاعو باش ما يبداش مصفي. اللي تحب تبيعه تعمل صفايه، اما الصفايه يهبط كان الماء. انا حبيته هيك، حبيته نعرفش يسميوه اللب نتاعو. اخر حاجه صبيت كويس ماء كما مصمصت بيها الاخير هذاك. ونتصور انا كان عملت كميه كبيره بيدي هكا، بيدي في الكسكاس خليه يهبط الكل، يهبط القوه نتاعو الواحد الكل. نشوفوا هكا هاو، نشوفوا عيننا مزيانه. كان لقيناه لا اله، كان لقيناه خاثر برشا نزيدوه شويه ماء. نزيدوه شويه زيد الفاني. انا المره هذه ما عملتش فاني، الفاني يعطيه طعمه بنينه للسيترون، اما المره هذه ما عملتش. حطيت مغرفتين تقريبا سكر. وهذا هو السيترون تاعنا بنين، عجبني انا، حتى راجلي عجبه. ساهل، اللي عجبني فيه لا نقعد نحي في القلوب، لا نقعد نرحي، لا نقعد نصفي لحد شيء. تقريبا شفته نلقاه خاثر شويه، زدته شويه ماء. بالطبيعه اللي يحب يخبي نجم يخبيه حتى كونسونطري، لا اله الا الله. ومن بعد يزيد الماء على حسب ايش يحبه. طب تشوفوا التكستير نتاعو كيفاش محلاها. ماهيش كل خاثره برشا، ماهيش كل جاريه برشا، معناها كيما نحبوه. شوفوا السيترون كيفاش لونه محلاه، ما فيش حتى اضافات، جيست ماء وسكر. والمنظر نتاعو مزيان، والطعمه نتاعو بنينه زاده. والبورديان بنفس الطريقه، حاجه واحده مانيش باش نعمل سكر. هذا البورديان غسلت بالطبيعه الكسرونه اللي صفيت فيها والكسكاس، وبالمغرفه كالعاده. قلت لكم كي كميه كبيره حتى بيدينا عادي نعملوها الفازه هذيك. الناس الكل نبداو نرفسوا كيما نقولوا نحنا بيدينا. هاي شوفوا الكميه اللي وديجا انا عطيت الراجل كي قعد الكاس نتاعي مازلت ما شربت، عطيته قلت له جرب شوف قال لي بنين برشا. انا عملته البنات راهو طايب، اما نرحيه. هذه اول مره ما نرحيوش، ما رحيتوش حتى طرف كيما شفتوا. شوفوا ها محلاه. نجموا تستعملوها الطريقه هذه في رمضان، بسيطه سهله ما تاخذش وقت. شوفوا عفوا سامحوني صوتي على الاخر. شفتوا المنظر نتاعو كيفاش فيها كل اللب نتاعو. ماهوش اللي تحب تصفي بالصفايه بطبيعه تصفي، كل واحد حر. شفتوا محلاه ولا بحاجه نحنا نصفيه كحاجه تاع تل نقولوا دونتيل ولا حاجه. هذا المعون نتاع اللي عملت فيه الجي، ماهوش نتاع الفطور. نتاع الفطور غسلته من الاول. لا اله الا الله. نحي كل المنادل في صحفه نغسلهم وحدهم. هذا نتاع البرتقال. ثم شكوني بالنسبه للماء البنات، ثم قالوا لي ما تحطوش غادي، معناها الشمس هي ما تضربش فيه الشمس. الكوجينه نتاعي ما تدخل الشمس. جيراننا بانين بحذايا ما يدخل الشمس. قالوا لي نحيه من غادي عشان في بالي باش نهبطوا. قلت لكم عندي جراج في الدار الوطنيه باش نهبطوا. غير هالايامات الكل مازلت ما صيقتش الجراج، قلت نهبطوا كان على نظاف. وديجا انا قاعده نحط في برشا حاجات غادي، ذاك الكل معبي سطول وبرشا حاجات. نجملهم ونهبط نسيق الجراج ونهبطهم مع بعضهم. نشوف نهار طه متفاضي ويهبطهم لي بالطبيعه. انا لا نجم نهبطهم لا نطلعهم. اش كنت نقول؟ قلت فما مرات نخبي البرتقان. ثم عام تقريبا هو حتى الليم عمناو ولا رمضان عمناو، خبيت الليم ما رحيتوش، معناها قصيته رونديلات ونحيت له القلوب نتاعو وخبيته في دي ساشي في الكونجيلاتور كيما هو. معناها كل ساشي نحط فيها مثلا 4 5 كعبات على حسب معناها انا شنو نستحق.
وكي نجبد مثلا الساشيه هذيك نخليها تذوب شويه ونحط نزيدها شويه نعناع ونريحها. حتى الطريقه هذيك باهيه، معناها كل يوم نرحي يومه. نجبدها الصباح، ما في العشيه كيف نجيو نحضروا العشاء ونقريب نحضر الطاوله، تلقاه هو نحطه في حويجه كسرونه ولا صحفه ولا حاجه باش ما يسيبش الماء نتاعو يحرب الدنيا. نخليه نزيدو ريقات نعناع وشويه سكر، وكل يوم نرحي بردقان والا ليم والا فريز زاد خليته في ساشيات وما رحيتوش. كل يوم ويوم. وحتى الطريقه هذيك سهله، معناها سهله، جيست مش ترحي مشرب واحد، الحكايه كل دقيقتين ثلاثه مش اكثر. نرحي ونصفي هذاك هو. كل واحدة تعمل كيما تحبهم. الأنواع هاكم في اليوتيوب متاع العصاير أنواع وأشكال، آلاف الطرق. كل واحدة تعمل الطريقة اللي يعجبها. تجرب أول حاجة بالطبيعة باش ما تفسدش كمية. تجرب كمية قليلة كيما جربت أنا اليوم. الكمية هذه عجبتني، معناها بتاع كيلو ونص بردقان واربع كعبات قارص، مش حاجة كبيرة. حتى كان فسدوا ما يغيظوش، مش حاجة كبيرة. نجربوا الطريقة معناها متاع كمية صغيرة. إذا عجبتنا نعملوها، ما عجبتناش نمشيو للطريقة اللي من بعدها. لهنا العشية هبطنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. بالحق صدري ضابط عليا على الاخر، وصوتي زاد نحسه هارب عليا من اعراض القريب. عفوا. هنا هبطنا العشية، هزينا تهاء. نحنا كيف نجيو مثلا باش نقضيو قضية مع تهاء، يلزمنا اسبوع ولا 4 5 ايام ونحنا نبرمجو. يقرأ، يترانى، عنده ماتشوات، يقولك لا العشية هذه علاه، العشية هذه. فهمتوني كيفاش نحنا معنا قداش من نهار ونحنا يا تهاي باش تمشي تعمل السياج نتاع. والله من قبل ما نمشيو لسوسة يا تهاي رانا شفنا كل يوم يقول لي يما خلي غدوة خلي غدوة. لين اليوم ما سهل ربي ومشينا. هزيناه اختار شنو يحب بالطبيعة اللي اختارها. ما وريتها لكمش. هذا الحانوت اللي خذينا منه عندها برشا 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 دي موديل متاع رجال، غير ما همش باينين برشا. اختار الالوان اللي يحب، شاف اللون اللي يحب عليه، شاف قاس. المهم قاس اللي يحب عليه. راجلي بالطبيعة كريت له جبة معاها البرنوس عربي، لانها هي حنة عربي وتاع زاد كرا عربي وكرا. انا راجلي ضحك. عطيناهم العربون. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو البنات الفيديو متاعنا متاع اليوم. هذا شنو كان. نقول لكم بالسلامه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.